السلام عليكم. معكم دكتور قدي حسنة، أخصائية في أمراض الشرايين والأوردة وعلاج الدوالي. اليوم بغيت ندوي لكم على المرأة الحامل ومشكل تاع لي فاغيس او الدوالي. المرأة الحامل كيف كنلاحظوا بزاف العيالات ملي كتحمل كيبانوا ليها بزاف العروق في رجليها وكيتخلعوا بيان سور، لان المرأة حامل كتخلع، كتخاف من داك العرق يتبوشا ويمشي للجنين وهذا الشيء كله. انا اللي عندي لكم واحد لا بون نوفيل، خاصنا نعرفوا بلي 80% ديال دوك الأوردة ولا ديال دوك الدوالي اللي كيبانوا لنا في وقت الحمل راه كتمشي من بعد الولاده. دونك ديجا غاسوريفو الحمد لله، راه هذاك ال 80% غادي تمشي لينا، غتبقى لنا واحد 20%. الوغ ايفيكتيفمون كنصحوا المراه الحامل باش تشوف الا كان عندها الدوالي او لي فاغيس في رجليها كيبانوا، تشوف الطبيب. علاش غتشوف الطبيب؟ ما كنعالجوش الدوالي او لي فاغيس في وقت الحمل. علاج يعني تصليب او عمليه او لا شي حاجه، لا ما تيكونش. مي كاين كما قلنا ادويه مسكنه اللي كتنقص من الالم اللي كتحس بهم هذيك المراه. كنعطيو الجوارب الضاغطه لانها كتعاوننا بزاف باش ما تخليش الامور تزيد تفاقم، لان خصنا نعرفوا بزاف لان المراه كتزاد الوزن في وقت الحمل، فتره الحمل ديالها، زائد الجنين حتى هو حدو مزيد كيكبر، دونك الوزن تاعو كيتزاد، ودونك حتى هو كيكون واحد الضغط على الاورده ديال الساقين. هنا فاش كنحتاجوا بزاف لي شوسيت دو كومبرسيون او لي با افاريس، كنحتاجوهم بزاف باش يعاون هذاك الوالد باش ما يمرضش لينا، واذا كان ديجا بدا فيه المرض ما نخليوش يزيد يوسع بزاف اكثر من القياس تاعو. اي بيان سور كنصحوهم كلهم سوا باش يقوموا برياضه ديال المشي او السباحه، هادو جوج رياضات مهمين بزاف في فتره الحمل اللي كيقدروا يجنبونا من هذا المرض او من المضاعفات ديالو. وخصنا نشربوا بزاف الماء باش ما يوقعش تخثر وريدي، لان المراه الحامل غير بالهرمونات ديال الحمل فهي معرضه بنسبه كبيره باش يوقع عندها تخثر وريدي، فما بالك الا كان عندها مشكل تاع الدوالي. دونك خصنا نشربوا بزاف الماء، خصنا نلبسوا الليبه تاعنا، وخصنا نشوفوا الطبيب ديالنا باش كيكتبهم لينا على حسب المرحله اللي وصلنا ليها. وخاصنا نقوموا بالرياضات اللي منصح بهم اكثر هما المشي او السباحه. وبيان سور خصنا نعرفوا ونطمئنوا سورتو هاد المراه الحامل بلي راه 80% تقريبا كتمشي من بعد الولاده، والعلاج كيبقى ديال هذيك 20% من بعد فتره الولاده والرضاعه ديال الجنين ديالها.